السلام عليكم. اليوم باش نحضر معكم الوصفه اللي نعتمدها باش نحضر البراش. انا نستعمل السميد المتوسط من ماركه ماما. اول حاجه نبدا نفرغ 3 كيلات من السميد المتوسط في قصعه، ونضيف ملعقه ملح نفرغها على 3 اطراف. ابري نفس الكيله نستعملها كون ذوبت نصف زبده نصف سمن وزدت عليهم شويه زيت باش نضيفهم للسميد ونبدا نخلط. بعد ما خلطهم مليح ننتقل للمرحله اللي نبدا نحك فيها السميد اطراف تاع يديا لمده 5 دقائق. بعد ما بسست السميد تاعي خليته يرتاح 20 دقيقه. بعد ما ارتاح لي السميد 20 دقيقه رجعت وبنفس الكيله ضفت له كيله تاع الماء نبله بها باش يشرب كاع الماء. ابري نلايمه غير باطراف تاع يديا ما نعجناش ونخليه يرتاح يا اما ساعتين يا اما 3 سوايع يا اما ليله كامله. انا خليته بات ليله كامله والصباح حليت عليه. اول حاجه رحت للغرسه تاعي عجنته ضفت له غير الزيت والدهان هذا مكان والماء. قسمت السميد تاعي الى نصفين، جبت صني وغطيته بالسيلوفان باش نبدا نحط عليه نصف من السميد ونسطحه عليه. ابري كنت ورقت التمر تاعي الغرس فوق السميد اللي سطحته. ابري ربطته بيه بالسميد واللي ساعدني سيلوفان وضفت النصف الثاني من السميد وسطحته كذلك. ومن بعد قسمت العجنه تاعي بعد ما ورقتها. هنا استعملت طاجين ومقلاة فوقه خليتهم يحموا باش نجم نطيب فوقهم البراش تاعي. في هذه العمليه لازم تكونوا حريصين باش ما تهرسوش حبه تاع البراش تاعكم. فوالا نتمنى تعجبكم الوصفه، جربوها ان شاء الله.